السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاكرة بقت صعبة قوي، واحنا بقينا بنزهق بسرعة. بس مش ممكن المذاكرة دي تكون عمل صالح لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمذاكرة ده لو انت نيتك ان انت تبقى تنافس صحابك وتبقى احسن منهم فملهاش 30 لازمة، وبتضيع وقت على الفاضي. انما المذاكرة لو انت خليت في نيتك ان هي تكون لله عز وجل، وان انت تنفع بيها الناس وتنفع بيها البلاد وتنفع بيها نفسك في المستقبل، وانك تكون قدوة لناس بعدك في المستقبل كمسلم شاطر في مجاله، بقت عمل صالح ليك، عمل صالح مستدام، علم ينتفع به. صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. فبقت حاجة لي وعلم ينتفع به، يعني صدقة جارية. تمام؟ لأن المذاكرة ديت ما هي الشهادة وبس، دي حياة. دي حياة، حتى لو مت فانت عايش. ازاي؟ مش دلوقتي احنا بندرس حاجات لأطباء ماتوا من زمان جدا، وبندرس حاجات لأدباء وحاجات زي كده ماتوا من زمان، ولكن علمهم لسه موجود. فدي صدقة جارية. فانت وانت بتذاكر ادعي الدعاء ده: اللهم اجعل هذا العلم حجة لي لا علي، وانفعني به في الدنيا والآخرة. واكتب لنا في التعليقات ايه النوايا اللي انت بتبدأ بيها مذاكرتك، علشان انا انتفع بيها وكلنا ننتفع من بعض. فيلا اكتب لنا دلوقتي النوايا بتاعتك ايه علشان كلنا نستفاد من بعض. تمام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.